مساء الفل عليكم. من حلقتين 3 قلتلك إن رحيل مصطفى شوبير لأي دوري من الدوريات سواء الأوروبية أو الخليجية هيعد خطأ كبير هيكلف الأهلي كتير جدا. قلتلك كمان إن مستوى الشناوي هينخفض في الفترة اللي جاية، وإن ريفيرو من المدربين اللي الشناوي مش هيخدم خطة لعبه، لأن الشناوي آخر حارس في العالم ممكن يلعب برجله ويساعد في بناء الهجمة مع خط ظهره ويتقمص دور الليبرو. والنهارده واحنا لسه ما عداش علينا يومين 3 كابتن مدحت شلبي خرج وقال إن في مطالبات من جانب عدد من مسؤولي الأهلي بمشاركة مصطفى شوبير على حساب الشناوي بعد انخفاض مستوى الشناوي في الفترة الأخيرة، وبضرورة مراجعة ملف حراسة المرمى في الموسم الجديد، وده في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق. بيقولك عدد من المسؤولين مش صوت ولا صوتين. السؤال بقى هنا، هل كابتن شوبير قدر يضغط بالشكل اللي يخلي الناس تراجع نفسها قبل ما يمشي، أو يخرج للإعارة والفاس تقع في الراس ويلاقوا لا بديل عن الشناوي في المشاركة في وقت فيه صعب استعادة مصطفى شوبير في نفس الموسم اللي خرج فيه؟ أنا أعتقد إن ده اللي حصل، والله أعلى وأعلم. لكن في حاجة لفتت نظري ما أقدرش ما أتكلمش عنها. مادام الأهلي شايف إن الشناوي خلاص مستواه أصبح في النازل، ليه جدد للحارس وأبقى عليه؟ ليه ما سابهوش يخرج سنتين للخليج يأمن فيهم مستقبله وجاب حارس تاني مع سيحة؟ أو كان جدد له ووعده يخرج للإعارة سنة ولا 2 وبعدها يعلن اعتزاله؟ رأيي الشخصي في القصة دي إن الأهلي قلق ياخد ريسك مشاركة مصطفى شوبير بدون ما يكون مأمن نفسه ومقعد حارس كبير زي الشناوي على الدكة، تحسبا لظهور شوبير مع الأهلي بشكل غير لائق في وقت فيه هيكون خرج الشناوي وحمزة علاء وما عادش فيه غير سيحة ومصطفى مخلوف، ومفيش حد من الحراس دي وقتها هيبقى عنده القدرة يشارك مع الأهلي عملاق أفريقيا من غير ما ركبه تخبط على الجيران وياخد 5-6 ماتشات عقبال ما يكتسب الثقة. الأهلي واضح إنه مش عايز يستغنى عن الشناوي في الموسم الجديد، وكمان بنسبة كبيرة مش هيشاركوا في المباريات، وده الصح وده الأمان بالنسبة للأهلي، وشيء مرضي جدا بالنسبة لمسؤولينه والجماهيره. لكن هل ده هيكون مرضي كمان لمحمد الشناوي؟ أعتقد ده هيكون غير مرضي للشناوي، والله أعلى وأعلم. الأهلي بيقرر عدم الاستغناء عن خدمات إمام عاشور في الموسم القادم، ومن الآخر كده الخطيب بنفسه قفل الباب وقال إمام مش للبيع، وأيا كان المقابل المادي اللي هيتعرض من السعودية هيترفض قبل حتى ما يتناقش. الأهلي بيأكد أهمية استمرار إمام عاشور داخل جدران الجزيرة في المواسم اللي جاية. تخيل عروض ممكن تصل ل8 و10 مليون دولار بتترفض من قبل ما تتناقش أساسا، لمجرد ان الفريق في حاجة لخدمات اللاعب. ده احنا بعنا اصول فرع 6 اكتوبر ومسكنا في ايدينا 10 مليون دولار عاملين بيهم فرح. الله يجازي اللي كان السبب في بيع امام عاشور. بعد التخبطات اللي حصلت في اخر كام مباراة للاهلي في الجبهة اليسرى وفي ظل عدم ثقة الجهاز الفني السابق والحالي المؤقت في مشاركة علي معلول بشكل اساسي، او على الاقل الاعتماد عليه كبديل يريح بيه كوكا، أعلن الجهاز الطبي جاهزية الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس لمباراة فاركو اللي جاية، واللي هي هتكون آخر جولة في الدوري، ومن خلالها هيتحدد من سيتوج بالدرع السنة دي. أكبر مشكلة كانت بتواجه النحاس في المباريات اللي فاتت اتحلت النهاردة بعودة كريم الدبيس ويحيى عطية الله للمشاركة. طب ليه تحديدا المركز ده كان مسبب صداع في راس عماد النحاس في الفترة اللي فاتت؟ سيبك بقى من إن كوكا هو اللي بيشارك أو غيره من اللاعبين، مش هي دي المشكلة اللي عادة كانت بتسبب أزمة فنية لأي مدير فني للأهلي في الفترة الأخيرة. لكن المشكلة الحقيقية اللي كانت بتواجه النحاس هي إن بن شرقي الوينج ليفت الأساسي أساسا واجبه الدفاعي بعافية شويتين، وبن شرقي هو اللي بيلعب على نفس الخط مع كوكا أو غيره من اللاعبين اللي بيشاركهم المدير الفني للأهلي مضطر بسبب غياب الاتنين باكات ليفت المصابين. سيبك بقى من واجبات الباك ليفت، وسيبك من التغطية العكسية، وسيبك من الزيادة الهجومية، وسيبك من كل ده. أصلا فكرة إنك تشارك لاعب في مركز الباك وهو أساسا مش باك في وقت فيه الوينج اللي بيلعب معاه على نفس الخط واجبه الدفاعي محتاج حقنة لحمة، ده ريسك كفيل يخليك تدي تعليمات للباك بتاعك ما يتقدمش ولا يعدي نص الملعب، وتبقى محتاج تميل لاعب من نص الملعب ناحية الليفت، وده عشان تتجنب المشاكل الدفاعية اللي ممكن تواجهك في الجبهة دي.
ده بالإضافة إلى إنك دايما بتدي واجبات للسيرد باك اللي بيلعب ناحية الباك ده إنه يغطي ويأخر نفسه تحسبا لأي خطأ ممكن يرتكبه الباك اللي هو أساسا مش باك. ده برضو بالإضافة إلى إنك هجوميا مش دايما ليك تواجد من ناحية الجبهة اليسرى، والوينج بتاعك المميز هجوميا عادة ما بيكونش لاقي المساعدة والمساندة من الباك اللي بيلعب على نفس الخط بتاعه. وبالتالي كنت دايما بتلاحظ إن إمام بيميل ناحية بن شرقي دايما، برغم إن إمام عادة في الفترة الأخيرة بيكون متحرر. ولو خدت بالك في الكام مباراة الأخيرة هتلاقي دايما شرقي يستلم ويسند على إمام، وأقرب مثال كان في المباراة الأخيرة في لقطة الهدف الأول للأهلي اللي سجله إمام. عشان كده أنا بعتقد إن النحاس تخلص من أزمة كبيرة بعودة الدبيس ويحيى عطية الله لقائمة الأهلي في مباراة فاركو، خصوصا إنها مباراة الحسم وآخر جولة ومن خلالها تتضح ملامح بطل الدوري السنة دي. في أخبار انتشرت على المواقع وعلى السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بتقول إن محمود فايز مساعد كوبر في جهاز المنتخب مرشح وبقوة لتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد بقيادة ريفيرو، وبالتالي تعيين محمود فايز يعني الإطاحة بكابتن عماد النحاس من الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. والحقيقة وعشان أكون صريحة معاك، الخبر ده أنا ما اشتريتوش. ليه؟ هو معقول لو الأهلي بيفكر في تعيين محمود فايز والإطاحة بعماد النحاس هيسرب خبر زي ده في وقت فيه الأهلي بيستعد لمباراة الحسم يوم 28 وعماد النحاس اللي الأهلي هيطيح بيه ده هو اللي هيقود اللقاء فنيا؟ طب بتهزر يا معلم ولا ايه؟ الأهلي مجلس إدارته مش ساذج عشان يقول للنحاس أنا همشيك بعد ماتش فاركو ويحبطه ويدمر معنوياته بالشكل ده قبل مباراة هي الأهم على الإطلاق بالنسبة للأهلي في التوقيت ده. رأيي الشخصي إن الخبر ده فيك، ولو الأهلي بيفكر يعمل ده مستحيل ممكن حد على الساحة الرياضية ياخد خبر بقرار زي ده في توقيت زي ده. وبالمناسبة أنا لا أعتقد إن الأهلي هيعين فايز إلا في حالة واحدة بس، وهي إن كابتن عماد النحاس هو اللي يعتذر عن الاستمرار في جهاز ريفيرو، وده وارد بالمناسبة، لكنها لو جت هتيجي من النحاس مش هتيجي من مجلس إدارة الأهلي. ده كان رأيي الشخصي فيما يخص خبر تعيين محمود فايز في جهاز ريفيرو. خليني أقولك كمان إن مجلس إدارة الأهلي بدأ يستطلع رأي ريفيرو فيما يخص الصفقات الجديدة اللي الأهلي ربما يتعاقد معاهم لتدعيم صفوف الفريق، والراجل رد مفاجئ اتفقت معاه تماما فيه. الراجل قالك أنا مش عايز أي صفقات تاني في الخط الأمامي، وأعلن رغبته في ضم لاعبين في خط الظهر. واضح كده ان الراجل ده بيتفرج وبيخطط بشكل كويس جدا للمستقبل، ولمح ان الاهلي معاناته في خط الظهر والنواقص مش في الخط الامامي خالص. الراجل شايف ان فريقه بيمتلك جراديشار ووسام ابو علي في الهجوم، ودول 2 مهاجمين تقال جدا. على مستوى الوينجات بتتكلم في بن شرقي وطاهر وزيزو وتريزيجيه والشحات وليله كبيره سعادتك، وفي نص الملعب حدث ولا حرج. لكن في خط الظهر فيه نواقص ولاعبين أقل من المستوى اللي بيخطط ليه ريفيرو في الموسم اللي جاي، وبالتالي بدأ يتناقش في فكرة ضم عناصر مميزة لخط ظهر الأهلي. طب هل اقترح ريفيرو أسماء معينة؟ الحقيقة مفيش أي أخبار بتقول إنه شاور على لاعب بعينه، لكن الأكيد إنه هيكون له بصمات في أي صفقة هيتعاقد معها الأهلي في الفترة اللي جاية. الأهلي كمان بيستقبل خبر سعيد جدا ليه ولجماهيره، وهو إن الأهلي أصبح يحق ليه قيد 8 لاعبين في قائمته اللي هتخوض منافسات كأس العالم للأندية. طبعا جماهير الأهلي هتزقطط دلوقتي، لكن مهلا يا عزيزي عشان ما تحتفلش مرتين، خليني أقولك إن إنتر ميامي بيمر بأسوأ حالاته في الفترة دي، وآخر 6 مباريات تلقى 4 هزايم وتعادل في مباراة وفاز في مباراة وحيدة، ومبدئيا كده خسر بثلاثية من نادي أورلاندو سيتي امبارح. زقطت بقى براحتك يا عم وقيم الأفراح. مجلس إدارة الزمالك بيتمكن من فك القيد بعد ما دفع جميع الغرامات اللي تسببت في إيقاف القيد في الفترة اللي فاتت، والنهاردة وبفضل من الله عز وجل أصبحنا نستطيع التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد. حلو، هو حلو جدا لحد دلوقتي، لكن الإعلامي كريم حسن شحاتة بقى قال كلام في منتهى الخطورة، لو صدق وقتها مش عارفة هنفهم إيه وهنستنتج إيه. بيقول لك قرار صادم من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن لجنة التخطيط بالزمالك. قال لك إدارة القلعة البيضاء استقرت على توجيه شكر وإنهاء عمل اللجنة بقيادة أحمد حسام ميدو وحازم إمام.
طب لو الخبر ده حقيقي، يبقى مين اللي هيجيب الصفقات السوبر اللي هتدعم بيها الفريق في الموسم القادم؟ ده بقى اللي أنا خايفة منه، لأن اللي فهمته ده هيخلي أبو سمرة يرجع من تاني يعرض علينا صفقات سوبر من عينة موتيابا ومشلياك وياسر حمد والذي منه. لكن عشان أكون منطقية معاك، أنا ما بصدقش الأخبار اللي بيقولها كريم وما بشتريهاش، خصوصا إن محدش أعلن شيء عن قصة توجيه الشكر للجنة التخطيط، وأعتقد إن ده كلام فيك وملوش أي أساس من الصحة. صحيح ضايقني إن المجلس جرح ال10 مليون دولار وفك منهم القيد، لأن الاتفاق ما كانش كده، لكن ده ما يهمش. المهم إنها تكمل على خير ونقدر ندعم الفريق بشكل محترم في الميركاتو اللي جاي. خليني بقى أقولك وافتح نفسك يا عزيزي للموسم الجديد، وأقولك إن الزمالك تواصل اتفاق مع المهاجم العراقي مهند علي، وأصبح مهند على أبواب 100 عقبة، وبتوصية من مؤمن سليمان اللي أشاد بمستوى اللاعب بشكل كبير. وخليني أقولك إن اللاعب ده النهاردة 25 سنة وماكينة أهداف ما شاء الله عليه. ربنا يا رب يكمل الصفقة دي على خير ومحدش ينطلنا فيها. وأنا الحقيقة كده بثق في آراء وتوصيات مؤمن سليمان، وبصراحة كده بحب الراجل ده جدا، مش بس لأنه زملكاوي، لكن لأنه كمان كان صاحب هدف الصعود للدوري الممتاز لمنتخب السويس في مرمى كروم جانكليس من ضربة جزاء في آخر دقايق اللقاء. والمباراة دي بالمناسبة كانت انتهت 3-2 لصالح المنتخب، وصعدنا على حساب المريخ البورسعيدي بفرق بونت. وكنت وقتها بلية كده صغيرة، وكنت قاعدة تحت كاميرا القناة الرابعة اللي بتنقل اللقاء وقتها. الغريب إن مؤمن لما سدد ضربة الجزاء جت برضه في العارضة، لكنها ردت في الشبكة ونجدت يجي 50-60 ألف مشجع سويسي كان في مدرجات استاد السويس الجديد من الموت المفاجئ. ربنا يفك أسر المنتخب بقى ويصعد من تاني لدوري الأضواء والشهرة. في عراقي كمان مرشح للانضمام لنادي الزمالك، وهو بالمناسبة في نفس عمر مهند علي، 25 سنة، لكنه لاعب وسط وبرضه لاعب جيد، وهيبقى إن شاء الله إضافة للزمالك إذا انضم لصفوف الفريق. عايزة كمان أقولك إن فريد الملالي قدم بعض التنازلات وخفض قيمة عقده من أجل الانضمام لنادي الزمالك في الموسم الجديد. أنا قلت لك امبارح إن المفاوضات مع اللاعب مستمرة، واللاعب طالب 2 مليون دولار. عايزة أقولك بقى إن الملالي النهاردة بيخفض طلباته المادية ل1,700,000 دولار. يمكن الرقم يكون كبير، ويمكن الزمالك أساسا ما يدفعش ولا يناقش القصة دي، لكن كان مهم جدا إن أقولك إن الملالي خفض المبلغ اللي كان طالبه. شركة نايك مقدمة عرض كويس لرعاية ملابس نادي الزمالك في الموسم الجديد بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع شركة زاد. وخليني أقولك إن شركة نايك من الشركات الكبيرة اللي مؤكد وقت ما يتعرض عليك عرض منها، مؤكد لابد وإنك تناقشه وتهتم بيه ويبقى الأولوية لقبوله. عموما العرض ما زال قيد المناقشة من قبل مجلس الإدارة، وربنا يعمل اللي فيه الخير للزمالك يا رب. ما كنتش حابة أتكلم في القصة دي والله، لأن برضو المصدر فيها هو الإعلامي كريم حسن شحاتة، لكني خليني أقولك اللي قاله وانت اشتري اللي تشتريه. أنا شخصيا ما اشتريتش ومش هشتري. قالك عبد الله السعيد كان على وشك التجديد، وتواصل معاه العالمي وعمرو الجنايني واتفقوا معاه على كل شيء فيما يخص التجديد بعقد يمتد الموسمين بمبلغ معين، ووعدوه بصفقات جديدة وتدعيم الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد، واتفقوا معاه على المبلغ اللي هيجدد بيه. المهم عبد الله بعد ما وافق على الاستمرار والدنيا بقت حلوة وجميلة واتفق على كل شيء، جاله مكالمة من أحد أفراد مجلس الإدارة وقال له عايزين نقعد ونتكلم في التجديد، وعرض عليه مبلغ أقل بكتير من اللي اتفق عليه مع العالمي وعمرو الجنايني. اللاعب هنا رد وقال طب والاتفاق اللي حصل بيني وبين العالمي والجنايني؟ رد عضو مجلس الإدارة وقال له لأ، الاتفاق ده انساه تماما، احنا نقعد ونتكلم من جديد. وهنا السعيد ما بقاش سعيد وغضب غضب شديد. دي كانت القصة اللي رواها الإعلامي كريم حسن شحاتة، وزي ما قلت لك أنا ما اشتريتش الكلام ده وما دفعتش فيه قرش ساغ. انت بقى حر في فلوسك. عموما الكلام لسه ما خلصش، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.